عندما ضرب الله تعالى مثلا في البعوضة اللي هي الدبانة، أيوة الذبابة اللي بنفضل طول اليوم نهش وننش فيها دي، تعجب الكفار وقالوا كيف يليق بخالق الكون أن يضرب مثلا بحشرة صغيرة ضعيفة مثل الذبابة. قال تعالى في كتابه العزيز: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وبعد مرور 1400 عام تظهر المفاجأة الكبرى والآية العظيمة. عندما بحث العلماء ودرسوا جسد الذبابة وجدوا فيها من العجائب الكثير، إذ أن البعوضة أنثى لها 100 عين في رأسها، ولها 48 سن في فمها، ولها 3 قلوب كاملة في جوفها، كما أن لها 6 سكاكين في خرطومها، ولكل واحد منها وظيفته، كما أن لها 3 أجنحة في كل طرف من أطرافها، غير إنها مزودة بجهاز حرارة يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء، ويعكس لها لون الجلد البشري في الظلمة إلى اللون البنفسجي، مثل أنظمة الرؤية الليلية التي يستعملها الجنود، كما أنها مزودة بجهاز تخدير موضعي يساعدها على غرز إبرها في جسد الإنسان دون أن يشعر أو يحس بقرصتها حتى تمتص الدم، غير إنها مزودة بجهاز لتمييع وتخفيف الدم حتى يسري في خرطومها الدقيق جدا أثناء عملية المص، مزودة أيضا بجهاز للشم لتستطيع من خلاله شم رائحة عرق الإنسان من مسافة 60 مترا. وأغرب من كل هذا أن العلماء اكتشفوا أنه فوق ظهر البعوضة تعيش حشرة صغيرة جدا لا ترى إلا بالمجهر، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا ما بعوضة فما فوقها. فمن كان يتصور أن ظهر البعوضة يعيش فوقه كائن آخر إلا بعلم الله. من العجائب العلمية أيضا ومن أكثرها إذهالا للعقول هي وضع الله تعالى الداء في إحدى جناحي الذبابة والدواء في الجناح الآخر، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قبل 1400 سنة، وقد أكد العلماء ذلك في الوقت الحالي. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذه مجرد حشرة، فما بالك بعظيم خلق الله. استمع وتدبر وتأمل وقل سبحان الخالق العظيم.